جمعان ما عدتش لاقي حاجه اتفرج عليها في التيك توك. مشاهير التيك توك كلهم اتحبس، منهم اللي طلع بيغسل اموال، ومنهم اللي لقوا في شقته مخدرات، لا وفي منهم كمان اللي كان بيغلط في الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده هنتكلم عن اشهر 3 فيهم: شاكر، مداهم، سوزي الاردنيه. حطوا بقى لايك واشتراك عشان انا اليوتيوب زعلان مني الفتره دي، وعشان خاطر كملوا الفيديو للنهايه، صدقوني هتسمعوا حاجات هتخليكم مذهولين. يلا بينا نبدا. تعالوا بقى اما اشرح لكم الموضوع بدأ ازاي من اول خطوه لحد النهارده. الموضوع بدأ من سوزي الاردنيه، وهي مش اردنيه ولا حاجه، هي مصريه عادي جدا، ده مجرد اسم. بالتاكيد كلكم عارفينها، واللي مش عارفها اكيد سمع عنها بسبب الفيديو ده وفيديوهات تانية كتير. والله العظيم بعترف ان انتوا اهل، بدل ما تقول انا اللي احنا هنكشف عليكي شبع اللي وراه. سوزي الاردنيه اول يوتيوبر يتم القبض عليه بسبب انها نزلت فيديو بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والفيديو ده قلب الدنيا كلها. هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي طبعا ان هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي اهم حاجه الشهاده. في ناس كتير بتقول انها على نيتها وما تقصدش اي حاجه بالفيديو، وناس تانية بتقول لا احنا كده وصلنا للخط الاحمر، ما ينفعش حد عنده ملايين من المتابعين يطلع يقول كده. انا بقى وجهه نظري الاثنين مع بعض، انا ما اقصدش حاجه بالكلام اللي انا هقوله ده، بس يا جماعه من الفيديوهات اللي سوزي بتنشرها واضح جدا ان هي بسيطه ومن عيله بسيطه، فاهمين؟ يعني ممكن نقول تعليمهم على قدهم، وقبل ما تتشهر كانت حالتهم الماديه مش احسن حاجه. انا شايف من وجهه نظري ان هي كانت عايزه توضح ان الشهاده مهم، بتحاول توصل للناس انه التعليم اهم حاجه، ولكن ضربت مثال غلط. وطالما انت انسان مش فاهم في الدين فما تحطش امثله في الدين ولا تتكلم عن الدين اصلا، ودي الغلطه اللي سوزي عملتها، ودي غلطه ما ينفعش نسامح فيها ابدا. الرسول ما كانش جاهل، ولكن ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، فحتى لو سوزي كانت على نياتها وما تقصدش الحاجه اللي هي قالتها دي، ما ينفعش نسامح في الموضوع ده. زي ما هي بتدور ازاي تبقى ترند وتعمل فيديوهات وفلوس، لازم برضو كانت تدور كويس جدا في الموضوع ده قبل ما تتكلم فيه، ولو حست بنسبه 1% ان الموضوع ده هيكون غلط وبالذات في الدين، ما كانتش تتكلم فيه ابدا. يجي دور مداهم، لما الشرطه راحت بيته لقوا فضايح، يعني الناس راحت تقبض عليه عشان المحتوى بتاعه بس اللي كان بيتقال فيه الفاظ وايحاءات مش تمام، وهم بيقبضوا عليه لقوا في بيته حشيش وافيون وشويه دولارات حلوين كده. تم ضبط المتهم في بيته في منطقه القناطر الخيريه في القليوبيه، كان معاه 35,000 دولار، يعني رقم بسيط كده الراجل ماشي بيه. 35,000 دولار حوالي ما يقرب من 100,000 جنيه مصري، 6 ساعات رولكس، سلسله وانسيال وخاتم. 6 ساعات رولكس؟ رولكس يعني ما يوازي قد ايه؟ لا احنا بالتقريب كده تقريبا اتكلمنا في المتوسط لسعر الساعه رولكس 650,000 جنيه، لو هي من الساعات الاصليه مش الهاي كوبي. هنا بقى حرفيا مداهم راح في داهيه، بعد ما كانوا رايحين يقبضوا عليه عشان خدش الحياء العام باللايفات بتاعته، بقى قدام قضايا كتير قوي، ومن ضمن القضايا دي تعاطي المخدرات. لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وبيحققوا معاه، اعترف بكل حاجه، اعترف انه بيتعاطى المواد المخدره وبينشر محتوى خادش للحياه. اعترف اعترافين. الاستجواب المبدئي قال ان هو بينشر هذه المقاطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زياده نسبه المشاهده وتحقيق ارباح ماليه. كمان اعترف ان هو حائز للمواد المخدره الحشيش والافيون بقصد التعاطي. والكميه كانت مناسبه للتعاطي يا استاذ يوسف، صح؟ والله الكميه مش مناسبه للتعاطي. يا جدعان انتوا فاهمين الكلام اللي الراجل ده بيقوله؟ بيقول لك الكميه مش مناسبه للتعاطي، عارف يعني ايه؟ يعني ممكن يكون كان بيتاجر في المخدرات كمان. شاكر بقى اللي ما حدش توقع ابدا انه ممكن يتقبض عليه، بالعكس في فئه كبيره جدا بتحب. اللي ما يعرفش شاكر، هو اساسا كان ضابط واستقال، وبعد كده بدا يعمل لايفات على تيك توك. بعد القبض على مداهم بدات تطلع اخبار ان الشرطه بتدور على شاكر وقبضوا عليه. بعدها بشويه طلع شاكر لايف ونفى كل الكلام ده. من الصبح اكبر مكاتب محاميين في مصر، مش مكتب واحد، لا اكبر مكاتب للمحاميين في مصر، على كل بني ادم نزل عني فيديو مش فيا، نزل عني، او جريده نزلت اخبار تدليس للحقيقه، تدليس لمجرد ان هي تجيب مشاهدات او ريتش، فليه حق ان انا اخد حقي قانونا. بعد اللايف بساعه الشرطه راحت جابت شاكر وسعدني اللي هو مدير اعمال، وجابوا معاهم شويه حاجات كده زي مواد مخدره وسلاح ناري. يعني ما لحقش يكلم حتى لا محامين كبار ولا صغيرين، ولا لحق ياخد حقه قانونا. يا جماعه انا من الناس اللي كنت بحب شاكر جدا، بس بعد اللي حصل ده عرفت قد ايه الناس دي بتضحك على عقولنا. قبل ما يتقبض عليه بساعه قال الكلام ده. شرط هنا الحمد لله رقم 1 باحترامي لنفسي قبل اي شيء، انك عمرك ما تدخل عندي ولا انك تسمع لفظ ولا انك تسمع حاجه ولا انك تسمع شيء مسيء ولا الكلام ده كله، لان انا من البدايه عملت الاساس ان انا احترمت نفسي عشان الناس تحترمني. بعدها بساعه تطلع صوره والشرطه قبض عليه هو وسعداني ومعاه سلاح ناري ومخدرات. لو الكلام ده صح فمعنى كده ان الناس دي قدام الكاميرا حاجه وورا الكاميرا حاجه تانية. مش عايزين نظلم حد، ولسه التحقيقات شغاله، ودي مجرد البدايه. كل الموضوع ده اصلا ما يشغلنيش ولا انا مهتم بيه حرفيا. انا بس عملت الفيديو ده عشان اشرح لكم اللي حصل، ولاني شفت ميمز حلوه قوي على اللي بيحصل ده، فكنت عايز اعمل فيديو ميمز عن اللي بيحصل، فقلت افهمكم الموضوع الاول وبعد كده انزل فيديو الميم. احنا اهم حاجه نضحك وهم ربنا يعينهم بقى. اكتبوا لي بقى تحبوا اعمل فيديو الميمز ولا لا.